النهاردة جاي أكلمك عن مهارة ممكن تميزك وسط باقي المصممين مهما كان مستواك، والمهارة دي مهمة جدا وهي مهارة المهارة دي هي مهارة قراءة أفكار العميل. أكيد في مهارات كتير ممكن تكتسبها عشان تبقى جرافيك ديزاينر ناجح، زي مثلا مهارة إنك تكون شخص مثلا كرييتيف ومبدع، أو تكون مثلا متمكن من التولز والأدوات بتاعة البرامج بشكل قوي، أو تكون مثلا جرافيك ديزاينر سريع وبتقدر تخلص شغلك بسرعة. كل دي مهارات أنت ممكن تكون مكتسبها كجرافيك ديزاينر. بس المهارة اللي أنا جاي أقول لكم عليها النهاردة هي مهارة ما بيكتسبهاش أغلب المصممين، مع إنها هي تعتبر هي المهارة الأهم، وكل المهارات اللي فاتت دي مش هيبقى ليها أي لازمة لو أنت فعلا مركزتش إنك تكتسب المهارة قراءة أفكار العميل اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. طيب، سواء كنت مبدع أو سواء كنت متمكن من الأدوات بتاعتي أو سواء كنت حافظ لاختصاراته سريع، كل الحاجات دي ممكن العميل ما يحسش بيها او ما تفرقش معاه، يعني ما يبقاش الديزاين بتاعه محتاج ابداعك ده. لو انت فاهم طلب العميل مش محتاج تعمل كل الابداع ده، لان هو فعلا مش عايزه او مش محتاجه. او ممكن يكون الديزاين بتاعك مش محتاج سرعة معاك وقتك، او ممكن يكون هتستخدم فيه ادوات قليلة قوي، مش محتاج تبقى عارف كل التولز اللي في البرنامج عشان خاطر تعرف تعمل الديزاين بتاع العميل ده او تعرف تعمل طلباته او الشغل بتاعه. هيجي واحد بقى من الناس حبايبي اللي هي عامله لي سبسكرايب ولايك ومفعله الجرس وبتدعمنا في الكومنتات اللي انا بحبهم قوي دول، يقول لي طب هل مهاره قراءه افكار العميل هل دي مهاره اقدر اكتسبها؟ يعني هي لو مش عندي اقدر اكون بعرف اقرا افكار العملاء وكده؟ هرد عليك باختصار عشان انت حبيبي. بص يا سيدي، اول حاجه لازم تكون عارف ان العملاء عندنا مقسومين لنوعين. اول حاجه العميل اللي بيبقى فاهم هو عايز ايه بالظبط، يعني العميل اللي هو داخل وهو عارف ايه الحاجه اللي هو عايز ينفذها. العميل ده بيبقى مريح جدا، وبيبقى يعني مش عايز اقول لك ده بيبقى نعمه ان يجي لك عميل زي كده، بتلاقيه هو فاهم ومخطط وعارف هو عايز يعمل ايه بالظبط بالوانه، وممكن تلاقيه عارف اسم الفونت يعني هتلاقيه عارف كل حاجه. ممكن يعمل التصميم مكانك. يعني انت لو شغال مثلا في وكاله دعايه واعلان او كده، هتلاقي في عملاء بتيجي تقريبا يعني مفيش فرق ما بينهم وما بينك كتير، يعني غير ان انت حاطط ايدك على الكيبورد والماوس. العملاء دي في الاغلب بتكون عملاء مريحه جدا، وبيبقى حظك حلو قوي لو انت جالك العميل ده. طيب، في عندنا نوع تاني بقى من العملاء، العميل التاني اللي هو العميل المشتت. العميل المشتت اللي هو مش عارف هو عايز ايه بالظبط. ده مش شرط يكون مش فاهم، لا، ممكن يكون فاهم بس مش فاضي، ما بيعرفش يعبر، ممكن تكون حاجات كتير موصلاه حتة ان انت مش قادر تفهم دماغه، مش قادر تفهم هو احتياجاته ايه او هو عايز ايه بالظبط. فالعميل ده بيبقى تقريبا يعني هو اغلب العملاء اللي في السوق، يعني اغلب العملاء تقريبا بتبقى من النوع ده. فاحنا عايزين النهارده نعرف او نتعلم ازاي نتعامل مع النوع ده من العملاء، لان هو هيقابلنا كتير، ومهارة التعامل معاه هتفرق معانا وهتختصر لنا وقت وجهد انت مش متخيله. هيرجع لي حبيبي تاني اللي هو عامل لي سبسكرايب ولايك وعلى طول بيشجعني في الكومنتات، هيقول لي طب والعميل ده انا اتعامل معاه ازاي؟ بص يا سيدي، عشان انت حبيبي برضه، اول حاجه عشان تعرف تتعامل مع النوع ده من العملاء لازم تكون عارف ان الموضوع ده بيتلخص في حاجتين. اول حاجه ان احنا بنعمل تحليل لشخصيه العميل والهيئه بتاعته. تاني حاجه بنعمل تتبع لنشاطات العميل او الاكتيفيتيز بتاعته. طيب، يعني ايه نعمل تحليل لشخصيه العميل والكلام ده؟ بصوا، هو ده مش موضوع، يعني مش موضوع صعب، بس هو محتاج بس تركيز. يعني انا ممكن اكون قاعد بتكلم معاك وانا مش مركز، وانا بتكلم وانا مش مركز ما بيبقاش ليا اهداف، فمش عايز اعرف حاجه. فاللي انا عايز اوصله لك بس عشان تقدر تحلل شخصيه العميل ان انت بس تكون مركز، يعني تكون مركز انت محتاج تعرف ايه. يعني مثلا انا ممكن اكون عايز اعرف عن العميل هل هو بيميل للسمبلستي او البساطه، هل هو بيحب الزحمه والشغل المبهرج قوي، ولا بيحب الشغل المختلف او اللي فيه الكرياتيفيتي بتاعه عالي.
فده كله اقدر احلله لو انا مركز مع الشخصيه وانا بكلمها، يعني ان انا عايز اطلع بالمعلومات دي. فانت كل الفكره ان انت في البدايه بتحاول تركز وانت بتدردش مع العميل، وتبدا تساله طبعا الاسئله العاديه وتشوف الوانه اللي هو بيشتغل بيها، وتبدا تحاول تطلع على قد ما تقدر منه معلومات. تمام؟ طيب ده بالنسبه للجزء الاولاني اللي هو بتاع تحليل الشخصيه. طيب في حاجه تاني بنعملها في تحليل الشخصيه، لو انا مش عارف اطلع منه معلومات قوي عن طريق كلامه، ممكن اطلعها عن طريق هيئته. يعني اقدر اطلع مثلا، اقدر اعرف الوانه من لبسه، اقدر اعرف برضو نوع الديزاين بتاعه من طريقته في التعامل. هل هو شخص سيمبل كده وبسيط، ولا هل هو عشوائي شويه ومحتاج زحمه والكلام ده. فكل الحاجات دي انت لو ركزت صدقني وانت بتتكلم مع العميل او بتتابعه كده، هتلاقي نفسك ان انت عرفتها. يعني مش هتحس ان هي حاجه صعبه، بس هو كل الفكره ان مش اغلب الناس بتركز وهي بتتعامل مع العملاء ان هي تقدر تطلع منه معلومات او تفهمه بشكل كبير. طيب في عملاء برضو، يعني انت برضو مهما ركزت معاهم هتلاقيه برضو مشتتك، مش مديك كل المعلومات، هو تحس ان هو مش فاهم نفسه اصلا. فده بيكون الموضوع متعب اكتر شوية، بيخليك تروح لخطوة تانية ان انت تبدأ تتابع نشاطاته، يعني تشوف هو عمل ايه قبل كده. يعني لو هو مثلا عنده بيزنس، فبتقدر بقى تشوف البيج مثلا بتاعته، لو ليه ويب سايت. فلما بتخش جوه وبتبدأ تشوف العالم بتاع العميل ده عامل ازاي، هتلاقي دايما الحاجات اللي هو بيحبها ظهر. يعني هتلاقي الالوان اللي هو بيحبها دايما هتلاقيها في المقدمة، هتلاقي طريقته في الكلام موضحة قوي، نوع شخصيته، سواء كان النشاط بتاعه ده بيزنس او حتى لو كان نشاط شخصي، حتى لو معك صفحته الشخصية. فكل الحاجات دي او التحليلات دي هتوصلك ان انت تقدر تفهم دماغه حتى لو هو ذات نفسه مش فاهمها. وفي حاجة تاني كمان حابب اقولها لكم، لازم تاخدوا بالكم منها، وانا اتكلمت عليها قبل كده كتير، والجزئيه دي مهمه جدا وتركيا مهمه جدا لاي شخص داخل مجال الجرافيك وعايز ينجح. لازم لما عميل يطلب منك شغل تدور على المنافسين بتوعه في البيزنس ده. يعني هو مثلا لو طالب منك تعمل بوست المحل بيتزا، تدور على اكتر البراندات المنافسه ليه، لان هو دايما هيكون انترستد ليهم وهيكون بيتابعهم. فانت لازم تكون انت كمان بتتابعهم، لان انت ممكن تمشي في اتجاه هو شايف ان المنافسين الكبار قوي ما بيعملوش كده، فتلاقي نفسك انت شغال في حته وهو معجب بحد تاني. فهو راجل اصلا ما عندوش بلان، يعني ما عندوش خطه محدده، هو مشتت. فهتلاقيه دايما باصص ان الناس الناجحه دي هي احسن حد. فخلي بالك من النقطه دي خصوصا مع العميل المشتت، ان انت لازم انت تبص على المنافسين بتوعه وتحاول تاخد ده كلاين ليك تمشي فيه، عشان خاطر هو هيتبسط قوي لما يحس ان هو بينافسهم بقى، ويحس ان هو ظاهر برضو بصورة قريبة ليهم. فده هيبقى كويس ليه جدا، بما ان هو اصلا ما عندوش هدف رئيسي او حاجة هو عايز يمشي عليها. فخدوا بالكم من الموضوع ده قوي، الموضوع ده مهم جدا وهيريحك. يعني عمر ما العميل هينتقدك انتقاد جامد لو انت عامل شغل قريب من اكبر براند في الموضوع ده. فاهمني؟ يعني ركز في الحته دي، فالحته دي مهمه جدا وهتقلل نسبه ان العميل ينتقدك في شغلك بشكل كبير جدا. هيجي واحد تاني بقى، بس المره دي ده مش حبيبي، هيجي لي بقى واحد لا عامل لي سبسكرايب ولا مفعل الجرس ولا حتى بيقول لي عاش في الكومنتات، يقول لي طب وانا هقعد اعمل كل الكلام ده عشان خاطر بس افهم عقليه العميل؟ مع اني ما فهمته، افهمه اعمل بيه ايه؟ انا عامل له الديزاين زي ما انا شايفه، عجبه ما عجبوش، ووارد بشكل كبير كمان ان هو يعجبه. هقول لك انت تمام، انت بتفكر صح، انت فعلا لو عملت كده وارد جدا ان الديزاين بتاعك يعجب العميل بس المره دي، ووارد جدا ان في المرات الجايه ما تقدرش توصل لنتائج حلوه مع العميل وتبدا تبذل وقت ومجهود كبير جدا. ما انت مش فاهم، انت بتجرب معتمد على الحظ، ان هو حظك يتوافق مع ذوق العميل، فانت عمال تجرب، فممكن تبذل وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا، وفي الاخر العميل يزهق منك ويسيبك خالص ويبدا يدور على ديزاينر غيرك. وكل ده بسبب ان انت ما حبيتش بس تبذل مجهود، والمجهود ده على فكره
ما بيكونش قوي، يعني بيكون مجهود بسيط جدا، وممكن الكلام عليه اللي يكون كتير عشان انا بس بوضحه، لكن هو مش بيبقى مجهود كبير ولا حاجه. ومع التعود انت هتلاقي نفسك عامل كذا كاتيجوري كده للعملاء، او هتلاقي نفسك انت حفظت العملاء اشكالهم عامله ازاي وانواعهم عامله ازاي. واحده واحده هتلاقي الموضوع بقى معاك سهل وبسيط، وبتعمله بشكل تلقائي اساسا. يعني مش هتلاقي نفسك ان انت الموضوع بيعقدك او بياخد منك وقت طويل، لكن النتائج اللي هتجيلك من ورا الموضوع ده هتفرق معاك بشكل كبير جدا. والله انا بقول لكم الكلام ده عن طريق تجارب، يعني مش بقول لكم اي كلام، انا بقول لكم حاجات انا شفتها بعيني، حتى مش فيا او مش ليا شخصيا. شفت قدامي ناس كتير ناجحه مستوياتها ضعيفه بسبب المهاره دي، ان هو العملاء بتحبه. ليه؟ عشان هو بيعرف يقرا دماغهم. وشفت ناس اقوياء جدا ومستوياتهم عاليه جدا فاشله بسبب النقطه دي، ان هو مش قادر يوصل لدماغ العميل، مع ان هو الكرياتيفيتي بتاعه عالي جدا بس مش قادر يقرا دماغ العميل. فالكرياتيفيتي والابداع بتاعه ده ملوش اي لازمه، ولا هيفرق مع اي حد طالما انت مش فاهم دماغه، لان طالما دماغه مختلفه معاك هو مش هيشوف اصلا ابداعك. فيا رب تكون الرساله وصلت، ويا رب تكون الحلقه خفيفه عليكم، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. يا ريت الناس تكتب لي كومنتات كده وتعرفني رايها ايه في الموضوع ده، هحب قوي ان اسمع رايكم واتناقش معاكم. وفي النهايه ما تنسوش تقروا دماغي وتعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.